احتضن اليوم المركب الرياضي أول نوفمبر 1954 لولاية باتنا البطولة الوطنية لرياضة الجيدو ما بين مصالح الشرطة. البطولة عرفت مشاركة 112 ذكورا و44 إناث ب7 أوزان مختلفة ومن مختلف النواحي الوطنية وهران ومستغانم وورقلة إلى آخره. الافتتاحية بدأت بكلمة للسيد مراقب الشرطة مدير التعليم والمدارس الممثل الشخصي لسيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني، الذي شدد بل وأكد أيضا على القدرات العالية والطاقة والقوة التي يتمتع بها أفراد الأمن الوطني. أعلن رسميا باسم السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني والأمن الوطني وتحت رعايته السامية عن افتتاح فعاليات البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة للموسم الرياضي 2016-2017. وفقنا الله جميعا لما هو الخير للبلاد والعباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حركة الصفوف في إطار تنظيم البطولات الرياضية ما بين مصالح الشرطة للموسم الرياضي 2016-2017 ينظم أمن ولاية باتنا البطولة الوطنية لرياضة الجيدو ما بين مصالح الشرطة. يشارك في هذه البطولة 156 رياضي، 112 رياضي فئة الذكور و44 رياضية فئة الإناث ب7 أوزان مختلفة. البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة تم افتتاحها اليوم بتاريخ 21 من شهر ماي 2017 من طرف السيد مراقب الشرطة مدير التعليم والمدارس الممثل الشخصي لعناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، ويتم اختتامها غدا إن شاء الله بتاريخ 22 من نفس الشهر 2017 في انتظار تحقيق النتائج النهائية وتحديد الفائزين في هذه البطولة. وعلى غرار وجود أبطال ذكور في هذه البطولة فإن العنصر النسوي كان حاضرا وبقوة ليمثل هذه الفئة. السلام عليكم. برمضان إيمان تابعة لناحية الغرب تابعة لأمن ولاية مستغانم.
شاركت في بطولة الجيدو لأقل من 57 كيلوغرام، والحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى بوغ لا كاتريام فوا. الحمد لله يا رب. المنافسة كانت مليحة وكانت قوية ما بين البطولة ستدوم ليومين لاستعراض المهارات والإمكانيات التي يتمتع بها الأمن الوطني الجزائري.